سوريا واليابان. المنتخب السوري اليوم خسر 5-0 من اليابان. فراس. تفضل فراس. مباراة صعبة، خسارة متوقعة، لكن سوء الأداء. رجعنا لسوء الأداء. في المباراة الأولى فزنا بدون أداء، وكان أداء جدا سيء، لكن سوء الأداء هو إشارة الاستفهام الكبيرة. اليوم وجود عمر خريبين على الدكة وعدم مشاركته ولا دقيقة، هذه إشارة استفهام كبيرة. لازم الجهاز الفني أو الإداري يفهمنا شو اللي صاير. تمام. الأمر الثاني تبديل السومة. تبديل عمر السومة، هل هو لإصابة أو شو السبب اللي تبدل فيه عمر السومة بين الشوطين؟ يعني أيضا هذه فيها إشارة استفهام كبيرة. هل هناك أمور كثيرة في الخفايا خارج الملعب؟ وأنا شوي دققت على موضوع المنتخب الإماراتي خارج الملعب، شو اللي عم يصير بالمنتخب السوري خارج الملعب؟ هل يحتاج خسرنا 4-0 الشوط الأول، 5-0 أظن 3-0 الشوط الأول. بغض النظر نحن نلعب، أنت اليوم أنت تلعب لازم يكون عندك دائما محاولات. يمكن الهدف يفرق معاك في المباريات، ممكن يفرق عليك على هدف تتأهل على تصفيات، وفي كثير منتخبات تأهلت بفارق هدف. على كأس العالم ممكن تتأهل بفارق هدف. فأنت اليوم ليش أنا ما لعبت في قوتي؟ ليش عمر خريبين ما لعب؟ ليش السومة طلع الشوط الثاني؟ ممكن نتيجة تنتهي 3-1 3-2. شكل الفريق بالشوط الثاني كان أفضل بشوي من الشوط الأول، كان أفضل. وصلنا في عدة مرات على حارس المنتخب الياباني، لكن بالشوط الأول ولا وصول. المدرب لعب بمبالغة في الدفاع. يعني أنت اليوم تلعب في باكين، نعم، تلعب فيهم على الجهة اليمنى، ونفس الشيء على الجهة اليسرى. هاي الأمور اللي كانت ما كان بدنا نشوفها. إن شاء الله تتصلح في المباريات الجاية. عموما جدول الترتيب الآن: اليابان في المركز الأول 6 نقاط، كوريا الشمالية في المركز الثاني 3 نقاط بفارق الأهداف عن سوريا في المركز الثالث 3 نقاط.